والأكل أشياء حلوة طبعا. ما أدري إيش قاعدة. حاجة على الصومال والله ما أدري إيش أحب الصومال. أديني فكرة أنت طيب. السلام عليكم، اسمي محمد، تقريبا لي 6 سنوات في الصومال. Soomaaliya waxaan joogaa 4 sano ugu yaraan 4 sano hadda la dhaho. نظرتي قلتها لحالي. ايش احب؟ احب اي شيء دقيقة يا اخي لا. السلام عليكم، معكم فاطمة وريا. من خلال هذا الفيديو حنتعرفوا على نظرة عيال عصير للصومال، ايش يحبوا في الصومال، ايش يكرهوا في الصومال، ايش تعلموا في الصومال، كل هذه الامور من خلال هذا الفيديو، فخليكم معانا. أحب في الصومال الأجواء الحلوة، بحرنا مستانس فيها الحمد لله. البحر طبعا هذا مستحيل نقدر نستغنى عنه، والأجواء والأكل الطبيعي. أحب في الصومال أحس إنه الناس طلعت من فكرها، طلع من عقلها إنه فكرة المشاكل الحروب قبلية خلاص هم تعبوا منها، فيبغوا يتطوروا خلاص. هاي فكرة اللي حبيتها في الصومال. احب اشياء كثيرة مثلا زي الخضار والفواكه، عندك الاسبانديس، عندك ايش بعد اشياء كثيرة زي المانجا. أنا أحب الصومال أول شيء لأنه بلدي، وثاني شيء إنه بلدي، يعني أول شيء إنه بلدي وما في إقامة وهيك، يعني أحس حالي إنه في بيتي خلاص، يعني ما أحس نفسي إني غريبة. احب في الصومال انديان اوشن، البحر حقنا اول ماله ثاني ما في غيره. أحب في الصومال أشياء كثيرة، خاصة السماء، السحب، أنك تقدر تنام تحت النجوم، يعني تحس أن العالم ملكك، يعني ما في أحد يقول لك هاتي خامة. يعني ما في أي شيء، أنت حر طليق. Soomaaliya waxaan ku jeclahay jawigeeda, يعني جوها جدا مختلف عن الجو اللي كنا عايشين أو تربينا فيها. جو السعودية جوها غير، أكلها، طبيعتها، في أشياء كثيرة نحب فيها الصومال. المحيط الهندي وهواها النقي صراحة أكثر شيء أحبهم في الصومال. كو مركان إيماناي وكعب سنايي محاس لها صوماليا قطر واي dadka ma fahmi doontid والله ويسك في عند الصومالية فكرة قلد وان كهستي، لكن هذا مركان إمادة فكرة في عند وان كهلي ما نجي على هذا الصومالية. أنا شيء أكره بالصومال إنه شعب متخلف مرة، يعني يطالع ومدري شو وكثير حاجات. يعني يوم يصير الانفجار يجينا التوتر، يجينا الرعب والأمن والنت الضعيف. طبعا في اشياء كثيرة اكره زي مثلا الوضع الامني، عندك طبعا الناس عن اللي جاي من برا كيف يعني ما ادري ايش يناظرون وزي كذا. واللي كرهته إنه ما أطلع كل يوم من الصباح أخاف أقول يا رب رجعني بأمان بيتي. فالاثنين مع بعض، تعرف الحياة لازم تكون فيها جهتين، جهة حلوة وجهة وحشة، لكن الحمد لله. واللي نكره في الصومال الأمن الغير طبيعي اللي غير تعودنا عنه في السعودية، ونظرة الناس لنا كيف يطالعونا يعني، وبس. واكره في الصومال حاجات كثيرة، منها النت التعبان حقنا، سلبيات الناس، تعليقاتهم علينا، لأنه يوم كنا برا كنا صومال، يوم جينا الصومال صرنا أغراب. هذا الشيء الوحيد اللي أكرهه في الصومال. وأشياء أكرهها في الصومال إن الناس ما هي صبورة، زحمة الطرق، الحر في شهر مارس، والطرق الغير معبدة. وأكثر شيء أكرهه في الصومال سوء الأوضاع الأمنية في الصومال والبلد. أما الأشياء اللي أنا أكرهها في الصومال طبعا أكثر من الأشياء اللي أنا أحب فيها. أولا الأمان، ما في أمان نقدر نقول إنه دي الدولة أمان تقدر تعيش فيها في المستقبل. ما فيها، أوضاعها السياسية جدا سيئة، القبيلة. نظرتي للصومال قبل لا أجي طبعا كنت أحسب إنها صحراء، مجاعة، كل شيء يعني مهدومة، بس بعد ما جيت طبعا تغيرت نظرتي. أول شيء كيف كانت فكرتي كانت طبعا يعني زي فكرة أي واحد جاي، وضع تفجير، قرصنة، نهب وأشياء كثيرة طبعا يعني تخوف يعني.
الفكرة كانت في بالي عن الصومال كانت نفس أفكار أهلي عن البلد، لأن هم اللي عاشوا 25 سنة الماضية اللي كانت أيام زياد بري وما قبلها، وهم برضو اللي عاشوا أيام 25 سنة هذا اللي كان فيه مشاكل. طبعا نظرتي كانت كنظرة البقية اللي الإعلام نقلوها عن الصومال. صومالنا بلا أمن، بلدنا تقريبا جوع مجاعة marka hore waxaa la dhihi jiray Soomaaliya dal fiican maaha in maran dhisno dagaal ka socdo dad waxaa ka aaminsan dad inay degneenba inay maxaa la dhahaa nolol ay ka jireen. لما كنت في السعودية كانت نظرتي عن الصومال الحروب والقبائل وأمن غير مستقر. واحد لما يجي قبل يجي الصومال يجي يقولوا له صومال تخوف، صومال فيها زي كذا يعني أشياء مو كويسة. فلما تيجي الصومال تقعد أول فترة كانت مرة تخوف. الصومال علمتني الصبر، يعني أحس الصومال كبرتني، صرت أتحمل كتير حاجات، صرت أشوف حياتي يعني غير. قبل كنت يعني عيال عصير وأحكي استهليو، الحين يعني وينات. وش تعلمت في الصومال؟ تعلمت يعني طبعا كيف الناس عايشين، يعني تعلم قيمة الحياة. You could have been moved, you could have been loved, you could have been loved, you could have been loved, you could have been